بتعملي البسبوسة وبتطلع معاكي ناشفة؟ وليه بتشرب الشربات بتاعها وبتطلع معاكي مكتومة؟ انسي بقى كل المشاكل اللي بتواجهك في البسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة الحلواني المرملة اللي بتدوب في البق بنفس لون المحلات الذهبي من بره ومن جوه. انا هقولك فيه على تريكة واحدة بس، لو عملتيها هتغير قوام البسبوسة تماما. وهنعرف مع بعض سر الشربات المظبوط وازاي تطلع معاكي القطعة بقطعتها وفي نفس الوقت طرية جدا. اسرار اول مرة هتعرفيها هتخليكي استاذة فيها. تابع معايا الفيديو للآخر لأن كل تفصيلة فيها بتفرق في النتيجة. ومع دودو كلنا متعودين إن أكلتنا دي ما بتحلاش إلا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم أكلتنا. أول حاجة معايا سميد اللي هو دقيق السمولينا. أنا هنا مستخدمة نص كيلو، بس اللي احنا مستخدمينه ده اللي هو السايب اللي بيتجاب من عند العطار، مش اللي هو المعلب، لأن المعلب بيكون عليه إضافات واحنا مش عايزين كده. بعد كده هضيف عليه 3 معالق كبار من الدقيق، وكمان بقى هضيف عليه 4 معالق كبار من جوز الهند. او هنا جوز الهند هنا بتستخدمي الكمية اللي انت محتاجاها او اللي بتحبيها، مش شرط تبقى كمية كبيرة ولا كمية صغيرة. وكمان ممكن لو مش متوفرة استغنى عنها عادي. هضيف بقى جوز الهند، وبعد كده هضيف عليها حوالي برضو 4 معالق كبار من السوداني او اي مكسرات موجودة عندك. ممكن بندق عادي برضو بيبقى حلو قوي مع البسبوسة، وممكن برضو تستغني عنه. وكمان معلقة صغيرة كربوناتو، رشة ملح، وكمان حطينا معلقة كبيرة من السكر. اهم حاجة ان احنا نخلط المكونات الجافة دي كويس اوي مع بعض. ممكن كمان لو عندك فانيليا باودر ممكن نستخدمها هنا لو انت حباها، بس انا بضيف الفانيليا على الشربات. زي ما قلت اهم حاجة ان احنا نخلط المكونات الجافة كويس اوي. كانت البولة معايا صغيرة فنقلتها في بولة اكبر. بعد كده انزل عليهم بكوباية من السمنة. الكوباية دي ممكن نستخدمها زيت وسمنة، ممكن نستخدمها سمنة بس مش يفضل ان احنا نستخدمها زيت بس. يعني ممكن نعمل ميكس ما بين نص زيت ونص سمنة، بس علشان تطلع طرية اكتر بنضيف كلها سمنة. لكن لو انت ممكن عايزاها تكون ناشفة شوية او كده هنضيف زيت، لان الزيت هنا بنشفها شوية على فكرة. اول ما تنزلوا بالسمنه تحسوا ان هي الكميه كبيره، بس اول ما تقلبوها كويس هتلاقوا ان هي الكميه مظبوطه، وهي هنا السميد اتشرب كل كميه السمنه اللي ضفناها. كوبايه واحده بس من السمنه، ما نكترش عن كده. بصوا بقى، التركه الاهم في البسبوسه ان احنا في المرحله دي نقعد ان احنا نبسها كويس علشان تطلع في الاخر معاكي مرمله كده وطعمها حلو. وكمان البسبوسه ما بتحتاجش عجن كتير، احنا بس عايزين نبسها كويس. ممكن 3 دقايق نبسها كده هتبقى مظبوطه معانا في الاخر. نتاكد ان كل السميد ده اتشرب السمنه، ما بقاش فيه سميد لوحده ومش اتشرب معاه سمنه او ما اخدش سمنه. بعد بقى لما بسيناها كويس قوي هنبدا ننزل عليها بكوبايه من الميه، نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها السمنه هي اللي هنعاير بيها الميه. هنضيف الميه، بعد كده نقلب على طول. طبعا كلنا عارفين ان البسبوسه ما بتحتاجش عجن كتير، لان كل لو عجنا فيها كتير هتلاقيها نشفت معاكي في الاخر. احنا بس هنعمل ايه؟ نخلط الميه كويس مع البسبوسه. انا مش بعجن، انا بس بتاكد ان الميه اتوزعت عليها كلها وشربتها كويس. هنبدا ان احنا نوقف عجن على طول. هو ده اللي بيكون القوام بتاعها. هنسيبها هنا 10 دقايق ربع ساعة، بس يفضل ان هو تكون ربع ساعة، ما نكترش ولا نقلل عن كده علشان في الاخر تاخدي نتيجة احلى. بس اهم حاجة ان احنا نغطيها طبعا. بعد كده واحنا سايبينها ترتاح شوية هنبدأ نجهز الشربات بتاعنا. طبعا الشربات ده احنا عايزينه سخن، بسبوسة سخنة والشربات سخن. شربات البسبوسة بيكون شوية خفيف، فهنضيف اول حاجة كوبايتين من السكر. طبعا مش محتاجة اقول ان الكوباية اللي هنعاير بيها كل حاجة. وبعد كده هنضيف كوباية ونص من المية. بصوا بقى، بعد لما نضيف المية نقلب كويس، ونحاول واحنا بنقلب ان احنا منرفعش سكر على اطراف الصينية او اطراف الحلة، لان ده ممكن يخلي ان الشربات بتاعنا يسكر معانا على النار. دي اول حاجة. تاني حاجة هنرفعها على النار بعد لما نقلبها كويس. اول ما هي تبدأ تغلي هنحسب لها بالظبط 5 دقايق، ما نزودش عن كده. في اخر دقيقة على النار هنضيف عليها فانيليا، لان احنا طبعا ما حطيناش على العجينة فانيليا، فهنضيف فانيليا في اخر دقيقة على النار. وبعد كده نبدأ نوقف وبس كده تكون معانا الشربات جاهز. بس اهم حاجة ان الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة وطالعة كمان من الفرن. بعد لما حطينا الشربات على النار نبدأ نجيب الصينية اللي هنحط فيها البسبوسة. اول حاجة ندهنها دهنة بسيطة من الزيت، ونبدأ ان احنا نفردها في الصينية بالشكل ده.
نحط في تحت الصينية من تحت في قعر الصينية زي كده، وبرضه نحاول ان احنا نجيبها على الاطراف. طبعا احنا بنعمل الحاجات دي في اللي هي واحنا سايبين البسبوسة ربع ساعة بس. او كمان ممكن تعملوا على فكرة الشربات، وانت بعد لما تدخلوا البسبوسة الفرن تبدأوا ان انتوا تعملوا الشربات على طول برضو عادي. بس انا بسيبه على جنب، اول ما البسبوسة تطلع من الفرن بروح جاي حطاه كده على النار شوية يغلي، وبعد كده اشيله بقى واحطه على البسبوسة. نسيب الصينية اللي دهناها وهي دي شكل البسبوسة بتاعتنا بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة. بعد كده هنضيف عليها نص كوباية من المية، ونبدأ نقلب بس مش بنعجن جامد. هو نتأكد ان المية خلاص اختفت واتوزعت على كل البسبوسة دي، هنبدأ ان احنا نوقف تقليب على طول. شوفوا هنا القوام بتاعها عامل ازاي. هو ده بيكون مظبوط علشان لما تدخل في الاخر تبقى طرية وفي نفس الوقت يعني مرملة كده. نجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ ننزل فيها البسبوسة. ننزل بقى كل كمية البسبوسة دي ونبدأ بقى نفردها. هنا بنفردها على حسب الصينية اللي موجودة عندك، كل ما الصينية تبقى أصغر كل ما هتكون معاكي تخينة أكتر. نحاول ان احنا نسويها بالشكل ده، وطبعا الحجم ده على حسب انت حابة قد ايه، كبير صغير متوسط، هو بيبقى الحجم ده انا بحبه بصراحة. بعد كده نجيب سكينة او اي حاجة نبدأ ان احنا نعمل فيها خطوط بالشكل ده. بس اهم حاجة الخطوط دي ما بتوصلش لتحت، لا ده هي على الوش بس ان احنا نعمل شكل مش اكتر. عشان لو نزلت تحت خالص هتبدأ لما احنا نطلعها من الفرن هتلاقي مكعبات صغيرة كده، وطبعا مش هنعرف نقسمها خالص. هو بس من فوق كده من على الوش بنعمل شكل مش اكتر. نعمل شوية بالطول وبعد كده شوية بالعرض، وبتطلع معاكوا بالشكل ده. بجد الشكل ده بيبقى حلو قوي فيها بصراحة، مبتحتاجش اي تزيين من فوق، وبتبقى شكلها حلو كده وخطير. شوفوا قبل ما تدخل الفرن قد ايه شكلها حلو من فوق. ندخلها بقى على فرن سخن درجة حرارة 180، وطبعا مشغلين الشواية ومشغلين الفرن من تحت. يعني لما تاخد لون من تحت ولون من فوق هنبدأ ان احنا نخرجها ونحط عليها الشربات على طول. الشربات سخن والبسبوسة سخنة، دي اهم حاجة هأكد عليها، علشان في الاخر تطلع طرية كده ومرملة. بعد لما اضيف الشربات هغطي عليها شوية هتتشرب كل كمية الشربات، وبتطلع معاكوا بالجمال ده. يمكن دي من احلى واجمل الطرق اللي ممكن تجربوها بجد للبسبوسة. طريقتها سهلة هتنجح معاكم من اول مرة، طعمها خطير، وكمان مرملة عاملة زي بتاعة الحلواني ويمكن احلى كمان. يمكن لو اول مرة تعملي بسبوسة في حياتك هتطلع معاكي في الاخر خطيرة، وهتعجب اي حد يجربها من ايدك. عايزه اقول لكم ان وصفه البسبوسه دي خلصت خلاص، كده انكم لو جربتوا الطريقه دي مش هتبطلوا ابدا تعملوها من كتر حلاوتها. لو وصلت لعندي هنا متنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه، وبرضه متنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفه جديده انزلها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمه الحلوه، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.